عليكم. ان شاء الله اليوم بنسوي توست، خبز التوست. عندنا كوب ماي دافي، نحط ربع كوب حليب، معلقة صغيرة وربع خميرة، معلقة صغيرة سكر. نخليهم على جنب لمدة 10 دقائق. في وعاء العجانة نحط 4 كوب طحين، معلقة صغيرة ملح، سكر 2 ملعقة كبيرة سكر. نضيف الزبدة، نعجن الكل لمدة 7 دقائق. نضيف المي بالتدريج ونعجن. تلصق شوي بالإيد. ضفنا تقريبا ربع كوب ماي دافي، نرشها بشوية طحين، نخليها تخمر لمدة 1.5 ساعة إن شاء الله. بعد ما اختمر العجين ندهن الصينية بالزبدة، نرش شوية طحين، ننزل عجينة نمدها شوي، نحاول نسويها بهالطول، طول الصينية، نلفها نسكرها من هني عدل، نحطها بالصينية ونخليها تخمر لمدة نصف ساعة. بعد مرور نص ساعة نذوب شوية قهوة مع الحليب، ندهن خبز التوست، ندخل القالب الفرن المسخن 190 لمدة 25 دقيقة. أول ما طلعت من الفرن ندهنها شوي بالزبدة ونخليها ترتاح شوي 5 دقايق 10 دقايق. بعدين نشيلها من الصينية ونحطها على الشبك لحد ما تبرد تماما. صار جاهز عندنا خبز التوست. لا تنسون لايك والاشتراك بالقناة، وبالعافية.